أهلا بيكم سنة 6 ابتدائي. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة الدرس الثالث بعنوان إنجازات الخلفاء الراشدين من كتاب الأضواء. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله. السؤال الأول، اكتب كلمة صح أو خطأ. 1. اختار الصحابة عمر بن الخطاب ليكون أول الخلفاء الراشدين. غلط، أبو بكر الصديق. 2. شارك عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته. غلط. 3. اتبع المسلمون نظام الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. صح. 4. اتسعت الدولة الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. صح. 5. نجحت الجيوش الإسلامية في عهد أبي بكر في محاربة المرتدين. صح. 6. تم فتح فارس على يد النعمان بن مقرن في معركة فتح الفتوح. صح. 7. انتهى عصر الخلفاء الراشدين باستشهاد الخليفة عثمان بن عفان. غلط. السؤال الثاني أكمل. 1. للتشاور على تعيين خليفة للمسلمين اجتمع الصحابة في سقيفة بني سعدة. 2. كان من كبار تجار مكة وأول خليفة للمسلمين أبو بكر الصديق. 3. اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليؤم المسلمين في الصلاة أثناء مرضه. أبو بكر الصديق. 4. أوصى الخليفة أبو بكر الصديق بتولي الخلافة من بعده لعمر بن الخطاب. 5. اتخذ الخليفة عمر بن الخطاب من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بداية التقويم الهجري. 6. أنشأ الخليفة عمر بن الخطاب عددا من الدواوين مثل ديوان بيت المال وديوان الجند. 7. تولى خلافة المسلمين بعد عمر بن الخطاب الخليفة عثمان بن عفان. 8. قام الخليفة بنقل الخلافة من المدينة إلى الكوفة الخليفة علي بن أبي طالب. 9. الخليفة الذي أسلم على يد أبي بكر الصديق عثمان بن عفان. 10. قام بإثارة الفتنة وتسبب في استشهاد الخليفة عثمان بن عفان عبد الله بن سبأ. 11. استشهد الخليفة علي بن أبي طالب على يد عبد الرحمن بن ملجم. السؤال الثالث، تم جمع القرآن الكريم على يد الصحابي زيد بن ثابت. 2. تأسست مدن جديدة في البلاد المفتوحة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. 3. تم فتح مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. 4. من أعمال الخليفة عمر بن الخطاب التقويم الهجري. 5. الفتح الإسلامي لمصر كان على يد القائد عمرو بن العاص. 6. آخر الخلفاء الراشدين هو الخليفة علي بن أبي طالب. 7. نقل علي بن أبي طالب مقر الخلافة من المدينة إلى الكوفة. السؤال الرابع، اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. 1. مقر الخلافة
أثناء خلافة علي بن أبي طالب؟ الكوفة. 2. تقويم بدأ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، التقويم الهجري. 3. نظام أنشئ في عهد الخليفة علي بن أبي طالب لحفظ الأمن والاستقرار، تنظيم الشرطة. السؤال الخامس: لمن تنسب الأعمال التاريخية الآتية؟ 1. الخليفة الذي قام بالقضاء على حركات الردة، الخليفة أبو بكر الصديق. 2. قائد جيش المسلمين في عهد أبي بكر الصديق لمحاربة الروم، أسامة بن زيد. 3. أمره الخليفة أبو بكر الصديق بجمع القرآن، زيد بن ثابت. 4. وضع التقويم الهجري وفتح العراق وفارس والشام ومصر، الخليفة عمر بن الخطاب. 5. أمر بنسخ القرآن في مصحف واحد وتوزيعه على كل البلدان المفتوحة، الخليفة عثمان بن عفان. 6. أول من قام بتنظيم الشرطة في الدولة الإسلامية، الخليفة علي بن أبي طالب. 7. قائد قام بفتح الشام 13 هجريا في معركة اليرموك، خالد ابن الوليد. 8. قائد قام بفتح العراق 15 هجريا في معركة القادسية، سعد بن أبي وقاص. 9. قائد قام بفتح فارس 21 هجريا في معركة فتح الفتوح، النعمان بن مقرن. 10. قائد قام بفتح مصر 21 هجريا وأمن الأقباط على أنفسهم وكنائسهم، عمرو بن العاص. السؤال السادس: بما تفسر؟ 1. إرسال أبي بكر الصديق جيش أسامة ابن زيد إلى الشام لتأمين حدود الدولة الإسلامية مع الروم. 2. قام زيد بن ثابت بتجميع القرآن بأمر الخليفة أبي بكر الصديق بسبب استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن في حروب الردة. 3. أمر الخليفة عثمان بن عفان بنسخ القرآن في مصحف واحد لتوزيعه على البلدان المفتوحة ولتوحيد قراءة القرآن الكريم. 4. قيام الخليفة عثمان بن عفان بالعديد من الفتوحات الإسلامية لتأمين حدود الدولة ونشر الإسلام. 5. قيام الخليفة علي بن أبي طالب بتنظيم الشرطة لحفظ الأمن والاستقرار وملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون. 6. غياب عثمان بن عفان عن غزوة بدر بسبب مرض زوجته. 7. لقب الخليفة عمر بن الخطاب بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل. 8. يعد علي بن أبي طالب أول فدائي في الإسلام لأنه نام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. السؤال السابع: دلل. 1. تعدد أعمال الخليفة أبي بكر الصديق، حيث قام الخليفة أبي بكر الصديق بإرسال جيش أسامة ابن زيد ومحاربة المرتدين وجمع القرآن الكريم. 2. تعدد الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، حيث استكمل الخليفة عمر بن الخطاب الفتوحات التي بدأت في عهد أبي بكر الصديق، ومن أهم الفتوحات في عهده فتح الشام والعراق وفارس ومصر. 3. أسس الخليفة عمر بن الخطاب مدن جديدة في البلاد المفتوحة. أسس إيه بقى؟ الكوفة في العراق والفسطاط في مصر.
وبكده نكون خلصنا حل أسئلتنا. ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأي حد عنده سؤال يكتب لي في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكم. مع السلامة يا حلوين، أشوفكم في فيديو جديد.